يعني شوف هنايا 10 كيلو 300 4 فرق ب 10 كيلو 300 انا تبان بلي هنايا اغلوميراسيون واللي 35 يقولوا لي هذو المناطق في 4 مصنفات في اطار مناطق الظل. واش يبقى لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بك سيد الوالي. احنا في الحقيقه بالنسبه للغاز راح باقي لنا ما كاش اللي كثر خيرك كطيت لنا السينيسمو كنا فريناها فيهم من بيناتهم الباده ولاد حضريه ولاد بني خلف والخواخيه والبهازه والقرينه ملي راهم فيهم رانا سجلناهم بعثنا حجم باش نمشوا فيهم في المشاريع الجايه باذن الله. هنا تيك ثاني كما راه عندنا هنا تيك الوضعيه تاع المشاريع اللي كنت طيتها منا في الحقل البلدي الشطر الاول اللي كنا طيت لنا في 26 مارس 2026 راهي 95%. كنا بدينا على عاتق البلديه الشطر الثاني اللي وصيناه جبنا البارح من عند السيار باش يديماري. عندنا بالنسبه للبرامج تاع 2023 كنت طيت لنا 5 برامج متابعه انجاز شبكه الصرف الصحي لفرقه ولاد بني خلف ولاد حضريه. هذه الاشغال منتهيه ومستلمه. عندنا متابعه انجاز شبكه الصرف الصحي لفرقه الخواخيه الشطر الاول، المشروع هذا منتهي مغلق. عندنا دراسه انجاز شبكه الصرف الصحي لفرقه ولاد الصيد الشرقيه ثاني كل منتهيه ومغلقه. عندنا متابعه انجاز تاهيل الطريق البلدي الرابط ما بين الطريق الولائي رقم 3 وفرقه الحناشيه على مسافه 550، هذا راه ثاني مغلق ومنتهي. متابعه انجاز شبكه الصرف الصحي للرابط ما بين الطريق البلدي لفرقه ولاد بني خلف والحناشيه اللي كنت طيت لنا في الزياره اللي فاتت. هذا في اطار الالتزامات تاع كل السكان اللي جينا في لافيزيت. هذا ثاني هذا كملناه ثاني سيبوها. ايوه هذا صيحنا انتهينا من الثاني. هذه بالنسبه تاع السيسيال ثاني كنت عطيت لنا 5 مشاريع. متابعه انجاز شبكه الصرف الصحي لفرقه ولاد الصيد الشرقيه تم غلق العمليه. اقتناء شاحن في ضغط 8 متر مكعب لنقل النفايات، هذا في انتظار الاستلام فقط. عندنا دراسه متابعه انجاز بئر عميق على مستوى فرقه اولاد بسم الله. زيد ايش عليهم Hey!